بطولة كأس العرب. الآن مصير المنتخبين إما لقفازي حارس المرمى فريد شعال من الجانب الجزائري وحمد المقبالي من جانب المنتخب الإماراتي، أو كذلك بأقدام اللاعبين في ركلات الترجيح التي ستحسم أمر من سيواجه المغرب هناك في استاد خليفة الدولي في مباراة من مباراتي الدور نصف النهائي في هذه البطولة. طبعا في الأدوار التمهيدية شاهدنا فلسطين ليبيا، ركلات الترجيح هي التي حسمت الأمر، عمان الصومال كذلك ركلات الترجيح هي التي حسمت الأمر، جزر القمر أمام اليمن هي التي كذلك حسمت الأمر. لكن هنا في الدور ربع النهائي الطفل الإماراتي الصغير يترقب، يدعو في لحظات قادمة، وكذلك مثل بالنسبة للمنتخب الجزائري والجماهير الجزائرية. الكل قلق، الكل قلق. وهنا ياسين إبراهيمي على تنفيذ الركلة الجزائية أو الركلة الترجيحية، الركلة الترجيحية الأولى للجزائر، ركلة الترجيح الأولى. وهنا دعوات، وهنا ياسين، وهناك حمد. ياسين أم المقبالي؟ ياسين أم حمد؟ ياسين سجل، نعم. إبراهيمي لا يضيع في وسط المرمى، سجل أول الركلات الترجيحية للجزائر. الجزائر عن طريق قائدها، الجزائر عن طريق من صنع في هذا الملعب أفراحها تسجل الركلة الترجيحية الأولى من ياسين إبراهيمي في وسط مرمى حارس المرمى حمد المقبالي. الجزائر الركلة الأولى للإمارات، وهنا الفرحة الكبيرة في المدرج، وهنا ياسين بهذه أو بردة الفعل. هنا كرة من كايو لوكاس للإمارات، كايو أمام شعال، كايو أمام شعال، شعال أم كايو، كايو أم شعال، كايو يا عيني يا سلام. بكل هدوء كايو وضع الكرة في المرمى بكل هدوء، كايو حط الكرة في الشباك ليسجل المنتخب الإماراتي ويعدل النتيجة في هذه اللحظات. الجزائر ركلة، الإمارات ركلة، والنجاح كان عنوان الركلتين بالنسبة لياسين وكذلك لكايو. الثانية للجزائر، الثانية للمنتخب الجزائري. ياسين بن زياد على تنفيذ ما بعد ياسين، هناك ياسين آخر، ياسين والمقبالي، ياسين بن زياد، المقبالي تصدى، المقبالي تصدى، المقبالي رفض، المقبالي تعملق، المقبالي تألق ليتصدى للركلة الجزائية الثانية للمنتخب الجزائري. ياسين بن زياد على يمين المقبالي، المقبالي قال لا، المقبالي تصدى لها، المقبالي رفضها ليعطي الأفضلية الآن، ليعطي الأفضلية وفرصة تقدم الإمارات على الجزائر في ركلات الترجيح بقدم ميلوني أمام شعال، ميلوني أمام شعال، شعال أمام ميلوني، شعال أمام ميلوني، شعال أم ميلوني، شعال أم ميلوني، ميلوني على التنفيذ بالركلة الترجيحية الثانية للمنتخب الإماراتي. وهنا ميلوني، التركيز، التفكير، التسديد، ميلوني، لكن شعال يتصدى، شعال أشعلها، شعال شعللها، شعال شعلها هنا في ملعب البيت. نعم، شعال يتصدى للمنتخب الجزائري، شعال يرفض هذه الكرة ويرفض أن تتقدم الإمارات بالركلة الترجيحية الثانية عن طريق اللاعب ميلوني. شعال والمقبالي وحالة التألق للحارسين. هنا القراءة، يقرأ من سينفذ وفي أي زاوية اعتاد أن ينفذ، بينما القادم هو حسام الدين مرزاق. حسام الدين مرزاق على التنفيذ للمنتخب الجزائري، حسام الدين على التنفيذ، مرزاق على التنفيذ أمام المقبالي، حسام الدين في المرمى. نعم،
حسام الدين حسم ركلته الترجيحية ليسجل للمنتخب الجزائري. الركلة الترجيحية هي الثالثة، لكن بالنجاح هي الثانية للمنتخب الجزائري. ركلتان الجزائر، واحدة الإمارات، والإمارات من أجل التعادل، والإمارات عن طريق علي صالح. علي صالح للمنتخب الإماراتي. علي صالح للإمارات في الركلة الترجيحية القادمة. الإمارات من أجل التعديل، شعال من أجل إبقاء الجزائر في المقدمة والتقدم. علي صالح والتركيز، علي صالح باليمنى، علي صالح حطها في الشباك. علي صالح يعدل النتيجة نعم للإمارات. ركلتان لركلتين، هكذا أصبح الأمر الآن. التعادل ما بين المنتخبين، ركلتان لركلتين، هكذا هو الأمر ما بين المنتخبين بعد تنفيذ 3 ركلات ترجيح. الرابعة ممتازة، كرة علي صالح على يمين حارس المرمى، ممتازة كانت الكرة على يمين حارس المرمى. بينما هنا والناس، آدم الناس للجزائر، آدم الناس للجزائر، آدم الناس على التنفيذ أمام حمد المقبالي، والكل على أعصابه، والناس على التنفيذ. آدم أم المقبالي، والناس حط الكرة في الشباك ليسجل الركلة الترجيحية للمنتخب الجزائري. كانت ناجحة من آدم، كانت ناجحة من والناس، مثلما فعل إبراهيمي، فعل والناس، اختار وسط المرمى ليعطي المنتخب الجزائري السبق والتقدم. لكن هناك ركلة الآن للإمارات، هناك ركلة، والمدافع هو من سينفذ. بيمنتا هو من سينفذ. بيمنتا المدافع أمام حارس المرمى الشعال، أمام الحارس يحيى نادر قلبه ضعيف ما يريد أن يشوف. بينما هنا بيمنتا ينجح نعم، بيمنتا ينجح نعم ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة للمنتخب الإماراتي. التعادل يستمر، الإثارة تستمر، الأجواء المثيرة هنا في استاد البيت تستمر ما بين المنتخبين. بيمنتا نجح المدافع في وضع الكرة في الشباك ليسجل الركلة الترجيحية الثالثة. الآن 3-3، الآن 3-3، الخامسة للجزائر، الخامسة للجزائر. والتنفيذ في هذه اللقطة للمنتخب الجزائري عن طريق بولبينا، والقلق هنا في صورة. بينما عادل بولبينا أمام المقبالي، عادل بولبينا أمام المقبالي، بولبينا فعلها بولبينا ليسجل للمنتخب الجزائري. كاد أن يتصدى المقبالي، لكن كرة بولبينا أرادت الشباك، أرادت المرمى، أرادت أن تكافئه على 3 الأهداف التي سجلها. وهنا يا عيني يا كرة القدم ماذا تفعلين، يا كرة القدم ماذا تفعلين. هنا في صورة هي الأخيرة الآن للمنتخب الإماراتي. انتصد الشعال الجزائر إلى مربع الذهب، إن سجلها عصام فايز المنتخب الإماراتي يبقى. وما بين الشعال عصام وفايز، وهنا عصام فعلها نعم. فايز فاز بالكرة وفاز بالمرمى ليسجل هدف التعادل وركلة التعادل للمنتخب الإماراتي. ليتمدد الأمر مثلما مددت المباراة إلى شوطين إضافيين، تتمدد ركلات الترجيح لركلة مقابل ركلة، لركلة سادسة الآن جزائرية عن طريق رضا حلايمية على التنفيذ للمنتخب الجزائري. المقبالي يطالع، الجزائري يترقب، ورضا حلايمية يختار الزاوية. رضا حلايمية أمام حمد، أمام المقبالي، رضا محمد، هنا حلايمية والتسديدة والهدف نعم
يسجل لرضا حليمية. تصدى حمد المقبالي لكن الكرة استقرت في الشباك. المقبالي اختار الزاوية، اختار المكان صح، تصدى للكرة لكنها سجلت، لكنها دخلت للجزائر. ركلة ترجيحية ناجحة. 5-4. والآن الركلة الإماراتية عن طريق السلطان عادل أمام شعال. سلطان عادل أمام شعال من أجل تعادل الإمارات أو من أجل ترجيح كفة الجزائر. عادل ممتازة في وسط المرمى كانت، ممتازة في منتصف المرمى كانت، وبالتالي التعادل يبقى 5-5. هكذا الآن الأمور في وسط المرمى. أيضا كرة سلطان عادل. الآن الركلة الترجيحية السابعة للمنتخب الجزائري. هذا دراوي على التنفيذ، زكريا دراوي على تنفيذ الركلة الترجيحية السابعة للمنتخب الجزائري. حمد المقبالي شهدوا الدعوات. هذا الصغير والدعوات. بينما هنا لدينا زكريا دراوي على التنفيذ. دراوي حطها في المرمى بطريقة ولا أروع، بشكل ولا أجمل. الجزائري هنا يسعد، الجزائري هنا يفرح. دراوي في شباك المقبالي. ركلة ترجيحية سابعة كانت ناجحة للمنتخب الجزائري. الآن الضغط على الإمارات والضغط على اللاعب اللي راح يسدد الكرة القادمة. زكريا دراوي. كرة كانت في المرمى، أو هذا هنا كوامي على التنفيذ، مدافع أيضا. كوامي الذي دخل بديلا في شوط المباراة الإضافي. كوامي على التنفيذ للمنتخب الإماراتي. كوامي يا فنان يا كوامي، بطريقة ولا أروع، وضعها في الشباك ليعدل النتيجة الإماراتي بكرة كوامي. صعبة هذه الكرة من كوامي بالقدم اليسرى في سقف المرمى، يسجل التعادل للمنتخب الإماراتي. الآن كم؟ 6-6. نعم 6-6. أو ركلة جزائية أو ركلة ترجيحية جزائرية. التنفيذ من نوفل خاسف على التنفيذ للمنتخب الجزائري. نوفل أمام المقبالي. والمقبالي يتصدى. المقبالي رفض الكرة الماضية لكن ماذا؟ أدهم خادمة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ هل تحرك أم لا؟ أدهم خادمة هو ما سيقرر بعد الحديث مع حكم تقنية الفيديو. إذن الركلة والتصدي ناجح. التصدي ناجح نعم. التصدي إذا ناجح نعم. وبالتالي الآن الركلة الترجيحية الإماراتية. التصدي كان ناجحا لحارس المرمى حمد المقبالي في اللقطة الماضية، وبالتالي فرصة الإمارات الآن للتأهل إلى مربع الذهب. التأهل إلى مربع الذهب. ريتشارد أكونور على التنفيذ.